يقول حاتم الحويني ابن الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله، حيث يحكي لنا هذه القصة عن والده: كنا نحن أهل بيتنا حول أبي طيب الله ثراه قبل وفاته نبشره بالرؤى التي يراها الناس له، فكان يقول: أنا مسكين ولا يغتر إلا مغرور، ويرفع صوته وينفعل عند قوله مغرور، وكأنه خائف من هذه الصفة التي تحبط العمل. كنا نذكره بفضل الله عليه، وأنه نذر حياته كلها في الدفاع عن الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد بارك في دعوته، فكان يقول: المؤمن خائف، المؤمن خائف. نعم، إنه خوف مشوب بالحب والرجاء، لا خوف اليأس والقنوط. فكلما ازداد العبد علما بربه ازداد له خشية وتعظيما. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الخوف والرجاء في قوله: لو يعلم المؤمن ما عند الله من عذاب ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة ما قنط من جنته أحد. فالمؤمن يخاف عقاب الله لكنه يرجو رحمته، ويجمع بين الخوف والرجاء في كل حال. فليكن خوفك من الله خوف من يعلم أن الله يراه ويخشى أن يحرم من قربه، لا خوف الهروب والانقطاع. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو نودي أن أدخل الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو، ولو نودي أن أدخل النار كلكم إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا هو. فهذا هو التوازن الذي يرضاه الله لعباده. قبل أشهر سافر ابني للعمرة، فجاء ليسلم على أبي فقال له: يا يوسف ادع لي في العمرة وقل اللهم أمت أبي على الإسلام. سبحان الملك. رجل لا يعرف عنه إلا أن أنفاسه كانت في خدمة السنة، لم يخرج قط للتنزه، ويوم أن يترجاه أهل بيته للخروج مثلا، وبعد محاولات كثيرة يخرج مرة لسويعات بجسده لا بقلبه، ثم يترك الجميع ويرجع إلى مكتبته ليعيش وسط العلماء في بطون الكتب والمجلدات. سبحان الملك. يخشى سوء الخاتمة، فالخوف من سوء الخاتمة من أعظم ما يقلق المؤمن الصادق، لأنه يعلم أن العبرة بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فالخوف من الله ليس رهبة تضعف القلب، بل هو يقوي الإيمان ويبعث على العمل الصالح، وعلامة على صفاء القلب وإيقاظ الضمير يحفظ به العبد نفسه من الغفلة والاستهانة بذنوبه. كان فضل الله على أبي كبيرا جدا، ومن فضل الله عليه أن أبي كان يعرف لماذا خلق، وكان يدرك شرف ما يطلب، فهان عليه ما بذله من كد واجتهاد وبذل وعطاء. رضوان الله عليك يا أبي. مضى حميدا لا يرى لنفسه كبير عمل إلا أنه يحب الله ورسوله. نحسبه كان من أشد الناس حبا لهما، والله حسيبه. وحطه بيده العبد الفقير حاتم ابن أبي إسحاق الحويني. رضوان الله عليك يا أبي. مضى حميدا لا يرى لنفسه كبير عمل إلا أنه يحب الله ورسوله.